في إطار مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في التظاهرات الفلاحية المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتخصيص فضاء للاستشارة الفلاحية بمدينة تاليوين من 25 إلى 27 نوفمبر 2022 بالموازاة مع المهرجان الدولي للزعفران الذي ينظم بمدينة تاليوين من 25 إلى 27 نوفمبر 2022. ولقد تم تخصيص شباكين داخل هذا الفضاء. الأول خصص لتحسيس الزوار بأهداف تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وأسرهم في إطار تنفيذ المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية وتنزيلا لأهداف الركيزة الأولى لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، حيث وطيلة مدة المهرجان قام مستشارو ومستشارات المكتب بشرح المفصل لهذا الورش الملكي الكبير للمشاركين في المعرض وزواره، والذي يمثل رافعة رئيسية لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين والساكنة القروية بصفة عامة وفقا للتوجيهات الملكية السامية. كما خصص المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية شباكا آخر خاص بالمقاولين الفلاحين الشباب حاملي المشاريع الفلاحية في العالم القروي، حيث قدم مستشار ومستشارات المكتب توجيهات وشروحات حول كيفية إنجاز المشاريع الفلاحية وكيفية استفادة هؤلاء الشباب من الدعم والتمويل والتكوين ومرافقتهم من طرف مختلف مؤسسات ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حتى يتسنى لهم إخراج مشاريعهم للوجود وكذا الاستفادة من المواكبة والتوجيه والاستشارة. اليوم كانت عندنا زياره ديال في المعرض ديال تاليوين اللي تفتح يعني رسميا ديال زعفران، سلسله جد مهمه واللي كتعطي لها استراتيجيه الجيل الاخضر واحد الاهميه بناء على كل النتائج اللي تحققت في اطار ديال الجيل الاخضر. فعلى الصعيد الوطني وصلنا 3000 هكتار ديال الانتاج، واللي تقريبا بواحد الانتاج اجمالي ديال 7.4 طن، واللي فيها يعني ما هو موجه للسوق الداخلي وكذلك التصدير، يعني منتوج معروف بالخاصيات ديالو وجد مهم. ف يعني من هنا ل 2030 ان شاء الله الهدف هو نوصلوا 3000 هكتار. سلسلة عندها واحد الوقع اجتماعي جد مهم فيما يخص الرفع من المدخول ديال المنتجين وكذلك خلق الشغل. وغادي يكون عندنا عقدة البرنامج مع الفيدرالية المهنية للزعفران اللي غادي تخلي لنا نمشيو في الهيكلة ديال السلسله وضبط كذلك المراحل ديال التسويق. وكانت عندنا كذلك مناسبه للوقوف على تنزيل مشاريع وبرامج ديال الجيل الاخضر على الاقليم في اقليم ديال يعني تالودانت، واللي الكلفه الاجماليه في العشر سنوات توصل 6 مليار ديال الدرهم. ومناسبه كذلك لزياره المشاريع ديال التثمين ديال الخضر والفواكه عبر يعني واحد زوج ديال الوحدات ديال التلفيف وديال التصدير، وكذلك الوقوف على برنامج ديال فك العزله في الاقليم ولاعطاء الانطلاقه ديال بعض المسالك القرويه. اليوم كنتواجدوا بالمهرجان الدولي للزعفران التاليوين اللي كيمتد من 25 في هذا الشهر نوفمبر الى 27 نوفمبر. المشاركه ديال المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه هي مشاركه وازنه. شاركنا بفضاء الاستشاره الفلاحيه اللي فيه جوج ديال الفضاءات. الفضاء الاول فيه الفضاء ديال الرياده ديال الاعمال، والفضاء الثاني فيه الفضاء ديال الحمايه الاجتماعيه. كذلك المساهمه ديالنا ساهمنا بالوحده المتنقله للاستشاره الفلاحيه، بالاضافه الى جوج ديال الورشات الورشات التحسيسيه لفائده الفلاحين والفائده الزوار ديال هذا المهرجان. هذا الورشات هذو ركزوا بالضبط على رياده الاعمال باش نحسسوا الشباب بالاهميه ديال المواكبه ديال المشاريع ديالهم، وكذلك الورشه الثانيه كانت محورات حول التغطيه الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه بالنسبه للفلاحه.
وفي هذا الإطار عرف فضاء الاستشارة الفلاحية دينامية ونشاطا متواصلا من طرف مسؤولي الاستشارة الفلاحية والمستشارات والمستشارين الفلاحيين، هم بالخصوص تقديم الشروحات والتوضيحات لمختلف الزوار بخصوص ريادة الأعمال للمقاولين الفلاحيين الشباب، والمنصة الرقمية للتواصل ودعم الاستشارة الفلاحية أرضنا، وبشكل خاص قاعدة المعرفة الفلاحية وشبكة التواصل الاجتماعي الفلاحي لما تحظى به من أهمية في ربط الفلاحين والشباب والمرأة القروية بالدعائم الرقمية للاستشارة الفلاحية، حيث تتيح لهم الحصول على كل المعلومات والأجوبة الناجعة لتساؤلاتهم حول مشاريعهم الفلاحية. بمحادثة مع المعرض الدولي للزعفران، اليوم دخلت عند الاستشارة الفلاحية اللي استقبلوني الشباب ديالهم واللي عطوني واحد الاستمارة عمرتها لمواكبة ودعم المشاريع، واللي غنكون مع اتصال معهم في أي وقت اللي محتاج فيها أي حاجة باش يشرحوا لي كيفاش غنسير المشروع ديالي.